ومن بعد يقول لك انت المعلم ومنك نتعلم. وش تعلموا منك انت؟ تعلموا منك غير الامور اللي الغير اخلاقيه. مكتوب له احنا ما نديرو. كيف ما كاش معهم شخص ثالث والشيطان شا كان يدير ستي. المحامي هذا ما يعرف والو. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى من الله تكونوا بصحه جيده وفين ما كنتوا يا ربي امين. المغرب كامل سامع بالقضيه ديال سعد المجرد والاتهامات اللي توجهات ليه مع الشابه الفرنسيه لورا بريور، والمحكمه اللي نطقات بالحكم ديالها 6 سنوات نافذه في حق المغني المغربي سعد المجرد. هذا الشيء كامل احنا كنعرفوه والمغاربه كاملين كيعرفوه، ولكن واحد البلاد هكيه، واحد البلاد عندنا لهاد الجهه هذه خداو هذا الموضوع هذا وداروا عليه حلقات وداروا عليه بلاطوهات وداروا عليه ما خلاو ما قالوا فيه، وبداو كيتشفاو في سعد المجرد. يعني النظام على كملو، دوله على كملها جالسه كتشفى في واحد، في شخص واحد، ماشي في دوله ولا في نظام ولا هذا، جالسه كتشفى في شخص واحد اللي هو المغني المغربي سعد المجرد. المهم هذا الشيء هذا شنو غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا. وقبل منه اذا كنتي اول خطره كتشوف هذه القناه هذه وعجبتك غير شي حاجه صغيره، ما تنساش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. ايوا دابا خوتي خواتاتي غادي نشوفوا واحد الفيديو ديال واحد الناس في واحد البلاطو في واحد البرنامج جالسين كيقول لك واحد كاينين شي دول كيخافوا من الجزائر يلعبوا معها كره القدم. قال لك كاينين شي دول فرحوا محيط الجزائر ما تاهلتش لكاس العالم. قال لك لحقاش كنت تاهلات هي كانت تدي كاس العالم ماشي توصل للناس وتدي كاس العالم. وكيقولوا عاوتاني ان الجزائر عندها واحد الهيبه والدرابو ديالها. قال لك غير تشوف الدرابو ديالها كتجيك الهيبه بحال كتخلع منها. سبحان الله العظيم هاد الناس هادو. بكل صراحه العالم كله مداير لنا حساب، والعالم كامل كاينين ناس استشفاو، فهمت؟ كاين ناس استشفاو فينا لان علاش ما رحناش باسكو كان خايفين منا، وكاين ناس يقول لك يا ريت لو كان الجيري حضرت. والبوكو بلوس من الاجنبيين تمناو الجزائر لو كان تشارك في لاكوب دي. الجزائر سبحان الله من عند ربي عندها هبه، وسورتو الدرابو تاعنا من يطلع عنده هبه اخرى كاع، يعني كانها محسوده يعني سبحان الله. قال انظار قال عيون الانظار على الجزائر، ما عرفناش كيفاش. يا سيدي عندك الحق، كاع الانظار على الجزائر ومحسوده من الفوق. ايوا راه قال لك المثال كل ذي نعمه محسود. غير هي النعمه ديالكم راه مازال لحد الان الشعب الجزائري ما لقاش ديك النعمه، هذيك النعمه اللي عندكم مازال الشعب الجزائري مازال كيعاني منها. حنا ما غاديش نهضروا على هذا الموضوع هذا، حنا غادي نهضروا على هذا العالم كامل اللي كيعمل لكم، اللي كيدير بحسابكم العالم كامل. واش تيقتوا هذوك الشعارات ديال عمكم تبون؟ والله الا لاش غادي نقول لكم فعلا العالم كامل كيشوف في الجزائر، ولكن ماشي كيحسدها وماشي كيغير منها بحاجه اخرى وهي كيضحك عليها. زعما عندكم هاد الصحفيين والاعلاميين والسياسيين والمسيرين ديال هاد البلاد والحكام وكل شيء، زعما اش غادي نقول لكم؟ وغير باز منكم. واحد كيقول لك اعين العالم على الجزائر، وواحد اخر كيقول لك الجزائر كتخاف تبحث على الحقيقه ديالها، كتخاف تبحث على الاصل ديالها. لحقاش الناس ديال الجزائر العقلاء والحكماء كيقول لك الجزائر عندها اصل ما كيشرفش، كيقول لك الجزائر عندها واحد التاريخ اللي راه ما كيشرفش. وإلا مشى حتى هذا التاريخ هذا خرج للعالم، الناس ديال الجزائر يوليو يحشموا يقولوا حنا جزائريين، مع احترامي للاحرار والشرفاء ديال الجزائر. أن في الجزائر نخشى من التاريخ. إذا اتفقت معي في هذه الفكرة، لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ يعني من 62 إلى يومنا هذا هناك أشياء كثيرة ما زال يرفها الغموض في الجانب التاريخي. لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ والله شوف، هو هذا كلام الأستاذ الكبير دكتور أبو القاسم سعد الله، مقال شهير الخوف من التاريخ. الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق. الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق، يتستر بإيديولوجيا لا يؤمن بها إيمان عميق جدا، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بمصلحة وطن، هو يدافع عن أنانيته كشخص في الظهور وحب الظهور إلى غير ذلك. لكن أنا أقول أنه التاريخ حقائق ووثائق. صحيح. الذي يخشى التاريخ هو الذي يخشى أن يعرف جذوره وأصله. فإذا كان هذا الرجل ينتمي إلى جذر فاسد فمعنى ذلك أنه سيغطي التاريخ، وتغطية التاريخ بتزوير الحقيقة وبشتم الآخرين
وبحرق الوثائق. نعم. 3 أشياء مهمة جدا في الخوف من التاريخ. الأمم والشعوب المتحضرة لا تخشى التاريخ، لأن التاريخ فيه وعليه. صحيح. هناك تاريخ صادم، لأن التاريخ أنا لما قريت في الجامعة يقول التاريخ يدين الشعوب، يدين القبائل، يدين الأفراد، يدين الحكومات، ويدين الدول، ويدين الحضارات. الحضارة الرومانية حضارة همجية، حضارة مدمرة، حضارة استعبدت الكون. فالتاريخ أدان الحضارة الشرهة الرومانية حتى على ألسنة المسيحيين الأوائل. نعم. الأشخاص أيضا يدينهم التاريخ إن كانوا خونة. نعم. فمثلا أنا نردد كلمة على لساني ويحفظها الكثير من الجزائريين. باختصار فقط لأنه للويو سيرفيتور دو لا فرانس كولونال بيننا. هؤلاء الخدم الأوفياء الذين يدافعون عن الحرف الفرنسي، الذين يدافعون عن حقيقة الدولة الفرنسية، الذين يقولون أن فرنسا نعم حاجة مزيانة. نعم. لكن أنا نقول أن هؤلاء سيدينهم التاريخ، ولذلك التاريخ الحقيقي أو المؤرخ الحقيقي. أنتم كيف ما سمعتوا، التاريخ لا يرحم. يعني أي حاجة توثقات في التاريخ راه كتبقى، راه ما يمكنلكش تزولها. راه قال لك إلا بغيتي باش تزور التاريخ وتزور الحقائق راه قال لك كيفاش. وهاد 3 ديال الحوايج هي تزوير الحقائق، شتم الآخرين، وحرق الوثائق. يعني هاد 3 هادو الا بغيتي باش تزيف الحقيقه ديالك، الا بغيتي باش ماشي باش تبدل الحقيقه ديالك، الاحسن باش تزيفها. يعني انت كتسمى جدر فاسد. يعني الا قلبنا على الجدر ديالك غادي نلقاوه جدر فاسد. وهذا الشيء علاش ما كتقدروش تطالبوا، واخا راكم دايرينها زعما راه طلب رسمي لفرنسا باش ترد لكم الارشيف، ما كتقدروش تطالبوا بالارشيف. حقاش الا مشيتوا حتى رديتوا الارشيف وتعلن الارشيف خرج للعلن غادي تعرف الاصل ديالكم وغادي تعرف المعدن الفاسد ديالكم. وهذا الشيء هذا ما كيشرفش بزاف ديال المسيرين وديال الحكام ديال الجزائر، ماشي غير ما كيشرفهمش، راه الدوله كامله ما كتشرفش بهذا الشيء هذا. كيفاش كتعطيكم نفسكم؟ عندكم تاريخ مزور، عندكم حقائق مزوره، عندكم وثائق محروقين، عندكم السب والشتم في الاخرين اللي راكم نتوما كديروه فينا حنايا، جالسين كتسبوا وكتشتموا وكتنسبوا تراث ماشي ديالكم اللي هو تراث مغربي، وكتنسبوا مجموعه من التاريخ ليكم نتوما، مع العلم ان الجزائر ماشي ليس لها تاريخ. انا ما كنقولش ما عندهاش تاريخ، ولكن التاريخ ديالها فاسد وما باغينش باش يخرجوه للعلن. وكيف ما كيقول واحد المثال، ما عمر شي شخص قوي يأذي شخص اخر. القوي راه ما كيأذيش، راه الضعيف اللي كيأذي شخص اخر باش يبين راسو زعما راه قوي. هذاك راه الضعيف اللي كيبغي يفتخر بالقوه ديالو ويبقى يغوت ويقول واو 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 وانا واعر وانا هذه باش يبين راسو راه قوي. فهمتيني؟ باش يبين راسو زعما انا كاين، باش كيفرض الوجود ديالو، كيثبت الوجود ديالو اللي هو اصلا مزور، اللي هو اصلا فاسد. ودابا خوتي خواتاتي غادي نشوف واحد المذيع ولا اعلامي جزائري في قناه الشروق اللي ما عندهاش مصداقيه، جالس كيهضر على قضيه ديال سعد المجرد، وبعباره اخرى جالس كيشمت في سعد المجرد، جالس كيشمت فيه. ها انتم شوفوه. على ذكر الاخلاق، المغني المغربي سعد المجرد سيقف غدا في المحكمه امام القضاء الفرنسي. تنطلق محاكمة المغني المغربي سعد المجرد المتهم في فضيحة أخلاقية، ضرب واعتداء على فتاة في عام 2016 الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس. المجرد 37 سنة، يحظى بشعبية في العالم العربي وفي المغرب. سوف يكون أمام محكمة الجنايات لمدة 5 أيام، وهو مهدد في حالة إدانته بعقوبة السجن 20 سنة. مهدد بعقوبة السجن 20 سنة لأنه كان بزاف إثباتات ضده أو دلائل ضده. فرانس بريس كتبت تقريرا مطولا عن سعد المجرد. فرانس بريس يعني بعض الأمور لا تصح أن نقولها عن تفاصيل ما جرى لسعد المجرد وكيف رفعت عليه الفتاة القضية، وهذه القضية تعود إلى أكتوبر عام 2016. فكان أودع المجرد السجن إثرها قبل إطلاق سراحه في أفريل عام 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، وسجن عام 2018 لفترة وجيزة. بعدها وجهت له تهمة الاعتداء على شابة أخرى في مدينة سانتروبية الفرنسية. يعني ماشي وحدة، زوج. ومن بعد يقول لك أنت المعلم ومنك نتعلم. وش تعلموا منك أنت؟
تعلموا منك غير الامور اللي الغير اخلاقيه. ياك سيدي غنتعلموا منك غير الامور لا اخلاقيه. واخا سيدي دابا كيف ما كتقولوا نتوما في بلادكم ان الجزائر بلد محافظ، هذه الهضره ديالكم، ماشي الهضره ديال التقارير والهضره ديال الاوراق، هذه الهضره ديالكم نتوما. يعني بلد محافظ وكيحافظ على التقاليد الدينيه وكيدير بالشريعه وبالدين وبهذه. واخا سيدي بغيت غير نسولك، واش ما عندكمش الدعاره المقننه تحت حمايه القانون وتحت حمايه السلطه، والناس اللي كيمارسوا هذا الشيء هذا كيخلصوا الضريبه عليها؟ واش كاينه ولا ما كايناش؟ وهذا القانون هذا ديالكم نتوما راه كانت دارته الدوله العثمانيه، هي اللي قننت الدعاره في جيش الانكشاريه. رجع للتاريخ وقلب، احنا رجعنا للفيديو السابق. يعني الجزائريين كيخافوا ينبشوا في الماضي، كيخافوا يقلبوا على التاريخ، كيخافوا يقلبوا على الاصل ديالهم. واش كاينه هاد الهضره هذه ولا ما كايناش؟ واش ما عندكمش دعاره مقننه وانتم اللي كتقولوا للعالم انكم بلد محافظ؟ المهم هاد التفاصيل هذه ما عندنا ما نديروا بها في هذا الفيديو هذا. رجعوا للقضيه ديالنا وهي سعد المجرد وهذا الاعلامي هذا اللي جالس كيهضر وكيشمت فيه. هذا الفيديو هذا كان قبل النطق بالحكم. دابا نشوفوا هذا الاعلامي هذا شنو قال من بعد الحكم ديال 6 سنين سجنا نافذا في حق المغني المغربي سعد المجرد. المغني المغربي سعد المجرد حكم عليه بالسجن 6 سنوات أو 7 سنوات باش ما نقل عليهش عام. الحكم بحبس المجرد 7 سنوات، أو هي طالبت النيابة العامة الفرنسية، ولكن حكم عليه ب6 سنوات في قضية الاعتداء على فتاة فرنسية لورا. تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2016 بعدما قالت امرأة فرنسية أن المجرد اعتدى عليها في فندق ضخم في شانزليزيه بينما كانت تحت تأثير الكحول والكوكايين. محامي المطرب المغربي سعد المجرد الفرنسي جان مارك فيديدا قال أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس مثير للدهشة، منتقدا هذا الحكم لأنه يقول بأنه ما كانش ولا دليل مادي أو عنصر طبي. وقال في مقابلة مع قناة العربية إن المحكمة فضلت رواية الضحية على رواية المجرد، يعني رواية فلم يكن هنالك شخص ثالث معهما في الفندق. كيف ما كانش معهم شخص ثالث؟ أو الشيطان شكان يدير ستي. المحامي هذا ما يعرف والو، قال لك ما كانش معهم شخص ثالث. لا سيدي اسمح لي، انت اللي كتعرف، المحامي ما كيعرف والو. رجعوا سيدي غير الدين ديالنا حنا، الدين ديال الاسلام كيقول لك حالة الزنا ولا حالة الخيانة الزوجية ولا هذه. شنو كيقول الدين في هذا الشيء هذا؟ كيقول لك خصك تشدهم متلبسين ويكونوا معاك الشهود، يكونوا معاك الشهود. هذا الدين ديالنا، هذا الدين ديالنا شنو كيقول؟ كيقول لك تشدهم متلبسين وما تكونش بوحدك، يكونوا معاك الشهود، يعني الناس يكونوا اللي يجيو يشوفوا كيعاينوا داك الشيء متلبسين. وانت شنو كتعرف؟ هذا الدين ديالنا قال هذه الهضره هذه، وانت شنو كتعرف؟ هذاك راه مسيحي ووصل ليها، مسيحي وصل شنو عندنا حنا في الدين. وانت اللي مسلم شنو كتعرف انت يا الدين؟ كتعرف غتقول الشيطان وثالثه هما، كتعرف غتقول الشيطان شنو كان كيدير. وفي هذه اللحظه هذه دابا انت اللي بنتي ليا شيطان في هذه الساعه هذه، هذا الشيء اللي بان ليا انا دابا انت اللي بنتي ليا شيطان. اودي اش غادي نقول لك؟ الله يعفو عليكم من عقدة المغرب. سبحان الله العظيم هذه الهضره هذه في كل فيديو كنقولها، كل فيديو كتخرج ليا غير بوحدها. والله يعفو عليكم من عقدة المغرب. ايوا دابا خوتي خواتاتي كيف ما كتعرفوا من بعد القضيه ديال سعد المجرد جات قضيه ديال اللاعب الدولي اشرف حكيمي. اشرف حكيمي اللي حتى هو واحد الشابه فرنسيه اخرى تهمته بالاغتصاب، ولكن ما ديكلاراتش به ما والو، مشات غير عند البوليس وقالت لهم لا راه شنو دار لي، ولكن انا راه ما جيتش باش نديكلاري، انا جيت غير باش نعلمكم باش تعرفوا المهم شنو كاين. دابا هذه القضيه هذه راه ولات بحال كتقول خدمه، ولات مهنه، ولات تجاره. هذه القضيه ديال الابتزاز ديال النجوم العالم ولات بحال كتقول مهنه، يعني وحده كبرات وصلت 20 عام ولا 19 عام ولا شوف السن القانوني ديالها ما قاداش تخدم وباغا الفلوس بزاف، باغا تعيش حياه الرفاهيه وباغا هذه شنو كدير؟ كتمشي لعند شي نجم ديال كره القدم ولا ديال رياضي ولا هذه، كتمشي لعنده. المهم راك عارفين الطريقه ديال الناس، وبطبيعه الحال تحت تاثير الكحول والمخدرات وهذه حتى كيصدقوا في فندق وكيصدقوا كتنوض هي تضرب راسها ولا شوف شنو كدير وتهرس الكيسان وتدير الفوضى تما. فاش كيجيو كتقول لهم اغتصبني، من بعد كتبدا هي كتستفز هذاك النجم العالمي، هي كتقول له اعطيني الفلوس باش ما ندخلكش للحبس.
اعطيني قدا وقدا باش ما ندير لك الشوهه عالميه، اعطيني هذا اعطيني هذاك النجم العالمي كيكون ما كتخلي قدامه حتى شي خيار، يا اما يرضخ المطالب ديالها ولا الشوهه عالميه ولا الحبس. يعني هذا الشيء هذا اللي ولا دابا، هذا الشيء هذا اللي شنو ولاو كيمتهنوا الفرنسيات، الشابات الفرنسيات اللي ما قادينش يخدموا، هذا الشيء شنو ولاو كيمتهنوا. وبحال هذا المشكل هذا ديال الاغتصاب راه نفسه عاوتاني طرا نيمار النجم البرازيلي، حتى هو راه طرا له هذا المشكل هذا. غير نيمار كيفكر دار واحد الكاميرا كتصور تما في هذاك الشومبر اللي كانوا فيه. في الاخر شنو لقاو في ذاك التسجيل؟ في الاخر شنو لقاو بان البنت هي اللي كانت كتضرب نيمار، هي اللي صرفقاتو. هذه نيمار ما قاصهاش، ونيمار غير كان غاكو غير بحال دفاعيا، يعني غير شاد لها يديها ومبعدها عليه، وهي ناضت كتهرس في الكيسان وكتقلب في الكراسه تما وتخربق في الفراش وهذه، وعيطات للامن ديال الفندق وهذه واتهماتو بالاغتصاب. قالت لهم كان بغى يغتصبني. يعني هذه مهنه ولاو كيمتهنوها الفرنسيات بالاخص لي فينيون. ومن بعد فاش مشى للمحكمه دار تسجيل الكاميرا، قال لهم ها شنو كاين، ها السيده مطيحه عليا باطل. هذا الشيء هذا هو اللي كيوقع. ولكن بطبيعه الحال واحد البلاد الهكيه اي حاجه وصلت قاصت المغرب ولا تكون مغربي وتجيك شي مصيبه غير صغيره غير قد هكا غادي ينوضوا يديروا فيها اليدين والرجلين، ينوضوا كيتشفاو في المغرب. يعني بعباره اخرى كيتشفاو في المغرب عن طريق سعد المجرد. ومن بعد عاوتاني غادي يديروا عاوتاني واحد التصريح اخر على حكيمي، وهذه علاش لحقاش مغربي. صافي هذا الشيء اللي كاين. وكيف ما كيقول المثل، الجمل كيشوف غير حدبة صاحبه، ما كيشوفش حدبته هو، ما كيشوفوش راسهم هما اللي عندهم الدعاره قانونيه، ما كيشوفوش هذوك بيوت الدعاره راهم كيخلصوا الضريبه للدوله. كيف ما كانت من شحال هذه من عهد العثمانيين وهما كانوا كيخلصوا الضريبه العثمانيه، با ولاو كيخلصوا الضريبه لدوله الجزائر. هادو هما ما كيشوفوهاش، هما كيشوفوا غير كاينه شي فضيحه عالميه عندها ارتباط بالمغرب. هادشي شنو كيشوفوا؟ على الاقل بغيتوا تهضروا على شي مواضيع، هضروا على شي مواضيع ديالكم. انا نتوما صافي سالي قطعتوا الواد ونشفوا رجليك، ما عندكم علاش تهضروا، خليتونا حنايا اللي نهضروا. وراه هي هذه. ايوا ما بقى لي ما نقول لكم من غير راني وصلت لنهايه الفيديو. الا عجبتك غير شي حاجه صغيره في هذا الفيديو هذا، ما تنساش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان معكم محمد ابو اياد، والى فيديو اخر ان شاء الله.